ثم أورد هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل، إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. قوله إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك أي من قرابتك، من النساء، من قرابتك. وهذا فيه أن الأصل أن المرأة سواء مع النساء أو مع الرجال من محارمها ألا تظهر إلا ما تدعو الحاجة إلى إظهاره، ولا تبرز من جسمها إلا ما تدعو الحاجة إلى إبرازه وإظهاره، مثل يديها ووجهها وطرفي قدميها ونحو ذلك. وهذا الأصل في نساء المسلمين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، هذا هو الأصل. بينما في مثل هذا الزمان وقع عند كثير من النساء تفريط في هذا الأمر، فالمرأة عند المرأة والمرأة عند محارمها تبدي ما لا يجوز لها إظهاره، وتظهر من مفاتنها، تظهر صدرها وجزءا من أعلى ثديها، وتبرز عضديها، وتبرز ساقيها، تظهر مفاتنها لدى النساء، ويترخص بعض النساء في هذا الباب. بينما الأصل في المرأة أن تكون على الحشمة وعلى الستر وعلى مراعاة الأدب والحياء حتى مع النساء، ولا تبرز إلا الشيء الذي تدعو الحاجة إلى إبرازه. أما الآن في بعض النساء أخذنا يتبارين في الكشف وإبداء المحاسن، مرة العضد ومرة الساق، وارتفعنا قليلا بعضهن إلى الفخذ، ثم انتقلنا إلى الظهر، وانتقل بعضهن إلى إبداء البطن، إلى دخول في منزلقات والعياذ بالله، كلها مبنية على محاكاة الكفار، ليس لها تاريخ في المسلمين، ليس لها تاريخ في المسلمين، وليس لها وجود في سير نساء الصحابة ونساء التابعين، أبدا ليس لها وجود. لكن لما بدأ بعض النساء ينظرن إلى القنوات الفضائية، وينظرن إلى المجلات، وينظرن إلى القنوات، وينظرن إلى وبدأ النظر يستمر، بدأت هذه الأنواع من الانحلالات والتعري والتهتك والخروج من الحشمة والستر بدأت تظهر في النساء بدون مبالاة، محاكاة للنساء من أعداء دين الله عز وجل، محاكاة للنساء الفاجرات التي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الأصل في المرأة أن تكون كذلك،